عمر لما رأى قال حق لكل مسلم أن يقبل رأسك. قال تبغاني أصير زيك أمير المؤمنين أصلع؟ كان عمر أصلع. الشاهد أيها الإخوة، انظروا كيف ثبت. الدنيا جاءت، نساء، خمر، تخويف، سجن، موت، ومع ذلك ثبت. هذا نريد يا أخواني. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين. قصص كثيرة يا أخواني في سلفنا الصالح. نحتاج فعلا أن نكون مع الصادقين في كل شيء. أختم بموقف جميل. لما تولى الخلافة أبو بكر، عين عمر خليفة، قاضي. عمر كل يوم يروح المسجد يقضي بين الناس ويعود. بعد سنة رجع إلى أبي بكر قال يا خليفة رسول الله ليس لي حاجة في القضاء. قال أو من مشقة يا ابن الخطاب، قضايا كثير عندك؟ قال لا، سنة كاملة ما حكمت بين متخاصمين. تخيلوا المجتمع الإسلامي يا أخواني في المدينة ما في خصومة بين اثنين. الآن تروح المحكمة قال لك بعد 6 أشهر موعدك. قالوا لي ما؟ قال عرف كل ما له فأخذه وما عليه فأداه. كبيرهم يحترم صغيرهم وصغيرهم يوقر كبيرهم. من مرض منهم عادوه ومن احتاج منهم أعطوه ومن غاب عنهم تفقدوه. خلقهم النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ففيما يختصمون؟ ليش الخصومة؟ ما في داعي. مجتمع الصدق. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من الصادقين وأن يحشرنا في زمرة الصادقين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته. احرسنا بعينك التي لا تنام واحفظنا بركنك الذي لا يضام وارحمنا بقدرتك علينا ولا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مختلفا علينا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم اغفر لآبائنا اللهم اغفر لآبائنا اللهم اغفر لآبائنا وارحم أمهاتنا وأصلح نياتنا وذرياتنا وأصلح نساءنا وإخواننا وأخواتنا وأقاربنا والمسلمين يا رب العالمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.